من علامات حسن الخلق أن يكون الإنسان كثير الحياء، قليل الأذى، كثير الصلاح، صدوق اللسان، قليل الكلام، كثير العمل، قليل الزلل، قليل الفضول، برا وصولا، وقورا صبورا، شكورا رضيا، حليما رفيقا، عفيفا شفيقا، لا لعانا ولا سبابا ولا نماما ولا مغتابا ولا عجولا ولا حقودا ولا بخيلا ولا حسودا، بشاشا هشاشا، يحب في الله ويبغض في الله، ويرضي في الله ويغضب في الله، فهذا هو حسن الخلق. عسلامتكم الناس الكل، مرحبا بكم، أسعد الله أوقاتكم ورزقكم سعادة الدارين وأحسن إليكم. إن شاء الله يا ربي البنات تكونوا تتفرجوا عليا وانتم في أحسن الأحوال. الحمد لله يا ربي أنا راني لاباس، وإذا كانت أموركم مش ملاحة إن شاء الله يا ربي تفرج عليكم في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى. اليوم حبيت نشارك معكم روتين خفيف ظريف، حبيت ندور شوية بالدوش. عندي ياسر وأنا حابة نحي هذه حاملة الأحذية، حبيت ننظفها، نحي شوية أحذية نحطهم في بلاصة واحدة أخرى. صافي الأيامات كلها باش نديرها، كل مرة كيفاش تصرى ما نقدرش ندير. هيا يا سيدي اليوم درت الكوراج وقلت لأمي هيا، شمرت على ذراعي وقلت هيا نبدأ. المهم أول حاجة درتها كما شفتي فرغت الأحذية الكل، جبت هذه فلتر تاع الكلاماتيزور. نحنا لتوا ما حليناش شغل، نحنا رانا ساكنين في بلاصة باردة، يعني ما تحتمش علينا نبدو من توا نحل في الأكلي. اليوم برك نحت لينا أمي هذا الأكل شو اسمه هذا الفلتر، قلت خلينا نغسلو راهو معمر غبرة، الغبرة هذيك الكل تخلي البرودة هذيك ما تفوتش. كيف الفلتر تاع لافيسيل، فلتر تاع لاوت، أي فلتر يكون معمر بالأوساخ والحاجات اللي مش ملاحة راح يكون حاجز انه ما يدخلش هذاك البرود، ولا ما يجبدش الماء، ولا ما يجبدش هذاك البخار تاع السخانه. المهم راني غسلته زي هكا، يعني ما درت حتى البرودوي، درت شو اسمه، درت لومو فقط وشويه جافيل. ما كان لا تقول لك وحده هذاك البرودوي الفلاني تبدا دير لك اشهار عليه نص ساعه وهي تهدر عليه لا والو. ان شاء الله حتى بالماء فقط. لهنا راني حكيته شويه ورا الكواليس، عاود جبت بونج شويه تكون حارشه، عاود حكيت هذيك الحوايج مليح باش هكا يخرج ابيض لاباس عليه. المهم بديت ساعة في هذاك الفلتر، شوفوا حتى المخرج مش نظيف. المرة هذه راني استخدمت ياسر لومو هذا تاع القش، كل ما نخدم في حاجة يفرغ لي. رجعت أول حاجة السنة زدت غسلت هذه حماية الأحذية، حطيتها تتقطر هي باش كل ما نخدم حاجة باش كي نرجع ندير الأحذية نلقاها ديجا راهي شاحت. المهم اليوم كنت غسلت هذه الأحذية، غسلت الحيوط وغسلت هذيك لي برودوي الكل القراعي، غسلت لي كوانيت. وانتم راكم قاعدين تتفرجوا علينا، نزيدو نحكوا مع بعضنا في موضوع مهم. الموضوع اللي خيرته اليوم راح نحكوا على نحكوا شويه على آداب الزيارات، سواء انت رايحه ضيفه للناس ولا راهم جايينك ضياف، رايحين نحكوا عليهم الزوز، سواء راكي رايحه لدار امك ولا دار عزوزك ولا دار لا فامي، سواء متزوجه ولا مش متزوجه، عندنا واحد الآداب لازم يديروها نحن قبل ما نروحوا ديار الناس. النوع الأول اللي باش نحكي عليه هي الزيارات تاع المرأة المتزوجة اللي رايحة دار أمها. عبالي بلي كان فترة هذه الفترة المناسبة تاع الزيارات، خاصة الأولاد الصغار يحبوا ديما يشوفوا جدودهم، ولا يشوفوا لافامي تاعك، يشوفوا ولاد عمهم ولاد خالاتهم، هاكم تعرفوا الأمور هذه كل. كيما تعرفي يرحم من زار وقلل، لازم تزوري ناس بصح لازم تكون الزيارات تاعك قليلة، مش لازم ديما تروحي، يعني تروحي مرات خفيفة وما تبيتيش ياسر. لأنه عادة تروحي دار أمك راهي كاينة حدود، مش كيما في دارهم، خاصة ولادك صغار، مش كيما في دارك راح تلقي راحة تاعك، وولادك صغار يلقوا راحتهم، يخرجوا وقت ما يحبوا لبرا، يلعبوا كيفاش يحبوا في الدار. أي حتى كانت كسرت حاجة في دارك نورمال تقدر تفوتاها. أما باش يروحوا دار أمهم دار جدتهم بيقعدوا سمانة، هما ثم هما شهر ثم، حتى جدودهم يقلقوا. مثلا تتكسر حاجة، الأم تاعك راهي تكون زعما مش مبينة ليك راهي تغشت، بصح في داخلها راهي قالقة، خاصة مثلا عندك خواتاتك ثم ولادك رايحين يفسدوا لها حوايجها مثلا، راح تقلق، راح تبخسهم ساعات، راح تحكم في قلبها. يعني الأمور هذه كلها مش ملاحة في حقك وفي حق ولادك. معناها ما تخليش الهدرة وراك، ولازم تروحي مثلا في العطلة هذه تاع الصيف إذا كنت قريبة، راكي تروحي مثلا كل سمانة باتي نهاري، ولا مثلا باتي نهار، ولا راكي ديما تروحي مش محتم تباتي، خاصة إذا كان عندك أولاد صغار مثلا في السن هذا تاع 6 سنين 7 سنين 10 سنين، لهنا شوية ولادك راح يتعبوك. أما إذا كان ولادك تاع عام عامين 3 سنين مش رايحين يتعبوك، يعني يكسروا مثلا يبقوا يخرجوا هكا، ما تصراش هذيك اللقطات الخايبة ياسر في ديار الناس، لهنا تقدر أمك تتحملك شوية. أما إذا كان ولادك كبار راح تقلقي بهم شوية، حتى تي تقلقي بهم تقولي يا ريتني ما جبتهم. أما إذا كنتي تسكني في ولاية واحدة أخرى راح تتحتم عليك تباتي ياسر، تباتي مثلا سنة 10 أيام
تجيبها حتى شهر. كاينه ناس ياسر يروحوا عند امهم شهر ولا حتى 3 شهور، عطلة الصيف كامل تفوتها في البلاصة الفلانية، خاصة إذا كانت مثلا تسكن في البحر، تسكن حدا دارها فيها البحر مثلا، تقول خلي نفوت العطلة الصيفية عند ماما ونبحروا ثميك ونديروا جو. انت كي قاعده ديري في الجو هذاك وفرحانه، بصح الناس اللي رحتي ليهم راهم يقلقوا، اما يبينوش ليك برك في الوقت تاع توا. الاولاد الصغار هذيك راهم يقلقوا، راهم كما نقولوا نحنا راهم يكرهوا اصلا الواحد في حياته. معناها اذا كان انت راح تقعدي فتره طويله عند امك، ربي ولادك، قولي لي الحاجه الفلانيه ما تتهزش، كاش ما حبيتوا حاجه قولوا لي، ما ديروش الحس ياسر، على الاقل ربوهم باش لا فاميلي اللي راكي رايحه ليهم ما يقلقوش بولادك، ما يبقوش هما يهضروا حتى يفدوا منك، حتى نهار اخر ما يتمنوش انك ترجعي ليه مره اخرى. خلي ديما الخطوه تاعك عزيزه ورزينه. كي رحتي مثلا 10 ايام لازم تحترمي الدار اللي رايحه لها. شفتي هما كيعودوا ولادك متربيين وانت راكي حاكمه قدرك ومعاونتهم في كل شيء، هما في حد ذاتهم رايحين يتمنوا انك ترجعي مره اخرى وما يحبوكش تروحي اصلا، لانه ديجا راهم ولادك متربيين ما درتيش معاهم الحس، ديجا راكي فوتوا وقت مليح مع بعضاكم، لهنا يتمنوا انك تبقي معاهم. اما اذا كانوا ولادك شواطين ياسر وانت مش معاونتنا في حد شيء وزيدي تلقي المشاكل فك 3 شهور هذيك، رايحين يقولوا وقتاش باك تروحي علينا ويكرهوا منك بالكل، نهار اللي تروحي يديروا عرس. معناها لازم تربي ولادك، لأنه ما تقدريش تبعدي على ولادك، ما تقدريش انت راكي في دار امك وتخلي واحد من اولادك عنده بويو مثلا، لانه عاده الاب راه ما يقدرش يعتني بالاولاد نتاعو كيف كنت كيف الام يعني. وديما كيما تعرفي توا الوقت راه ما يرحمش، ما تدريش على البلا منين يجيك. انا ما ننصحش الامهات يخلوا ولادهم عند في دار واحده اخرى وهما راهم قاعدين مبحرين في ولايه واحده اخرى. ما تخليش ولادك عند الناس تحت اي ظرف طارئ، مثلا كي رايحه تتبحري وتقولي لواحد من ولادك روح اقعد عند عمتك ولا عند خالتك الفلانيه، وهما يقولوا لك ايه خلي بركه ودك هنا، وهما راهم قلقانين مش محبين غير وشيات. نحنا ديما هكا نحشموا ما نحبوش نقولوا لا، شغل نحس في روحنا راح نموت ولا دخل علينا كنا نقولوا لا. معناها واش ديري تيا ما تخليش ولادك، تربي ولادك وتديهم معاك وخلاص، لانه الاب ما يعرفش يربي كيما الام. لا فامي تاعك كيف كيف راك تقولي صح مهتمين بولدي، بصح بعدك ترجع تسمع غير بالاخبار الخايبه، ولدك داير اكسيدون كاش ما ضربته حاجه، مش رايحين يعسوا عليك كانوا يعسوا على ولادهم. النوع الثاني تاع زيارات هي زياره الاخت الكبيره، توا انت هي الكبيره تاع الدار وعرستي، غدوه كي تروحي لدار امك راح تحسي في روحك بلي هي انت هي الحاجه، انت هي الاميره والنهيه تاع الدار، الكلمه كلمتك والشوره شورتك، شغل تحسبي في روحك حاجه كبيره. هاكي تزوجتي وخليتي اختك ولا زوج خيوتك هكا مازالوا ما عرسوش، تولي انت تتامري عليهم. تبقي مثلا خواتاتك الصغار مازالوا ما عرسوش، تبقي تتامري مثلا تقولي لهم علاه ما غسلتوش الماعين، وروحي سايقي، روحي عاوني امك، روحي ديري الحاجه الفلانيه، هاكي تعرفي الاوامر هذه كيفاش. مثلا اذا كنت يا ولدتي راح تبقي تحكمي على خواتاتك الصغار انهم هما مثلا يبدلوا الكوش لولدك، يغسلوا لك القش تاعو، يديروا له ببرانه. اي صح كان مرات نخدموهم نحن الخواتات الكبار، مش ما نخدموهمش خلاص عاده، ولا لازم نعاون اختنا عاده، بصح ماشي ديما. توا انت كي راح شهر تبقى هذا في الشهر هذاك انت راكي قاعده عروسه وخواتاتك هما اللي يخدموك، عيب ولو مش زي هكا. نعاونوا صح في الحاجه اللي نقدروا عليها، حتى هي الواحد راه يقلق وخواتاتك صغار، او مش قاعدين غير ليك انت ولا لولدك، حتى هما عندهم شغالاتهم، حتى كان ما عندهمش شغالات يحبوا يريحوا، ما تحملوهمش انت مسؤوليه خاطرتهم خلاص، انت تزوجتي ودرتي الدار درتي ولادك تولهي بهم انت. مثلا عندك مرت خوك ساكنه فك الدار هذيك، اكي رحتي مثلا دار امك لقيتي مرت خوك، ما تبقيش تشكي امك وعلاه ما طيبتش الحاجه الفلانيه اني سخفان علاه، سخفان علاه نوضي طيباها، ولا قولي لها بالادب، قولي لها والله سخفه الحاجه الفلانيه، هاي نطيبوها مع بعضنا هكا اليوم. مثلا ما وقفتش سيقت نهار هذاك مرت خوك ولا خواتاتك، ما تبقيش تقولي لامك اي ما سيقتش اليوم، شوفي الدار كيفاش، ما سيقتش اليوم اكيد سيقت امس وانت ما شفتيهاش، ما سيقتش اليوم اكيد راح تسيق غدوه. راهم هما توا مالي الدار، انت راكي مش كملة الدار، انت راهي عندك دارك وصاير، هما توا مالي الدار، هما اللي عبالهم واش رايحين يطيبوا وقتاش ينظفوا الدار، او شو هي الحاجه اللي مش نظيفه يوقفوا ينظفوها. يعني انت راح تقعدي ثما واش راح تديري، راح عندك ولادك راح تقومي بيهم، تنوضي تعاوني في حاجات صغيره فقط وتحكمي سابعك، ما تبقيش انت تتامري عليهم وتقولي لهم على ما درتوش الحاجه الفلانيه وكذا وكذا وكذا. المشاكل الزايده هذيك بطلوها، وحاولوا تتجاهلوا شوي، خاصه اذا كان عندك مرت خوك ساكنه في الدار هذيك، لازم تحاولي على قد ما تقدري تبيني لها بلي راكي ناس ملاح وراكي حتى انت مولات الدار مش كفرد غريب علينا، باش هكا تبقى الحلقه تاعكم مليحه مع بعضاكم وما امك ما تقلقش. توا نجو للزيارات تاع اهل الزوج، توا قليل ونلقى مثلا كنا اي راح تفوت العطله مثلا عند عزوزتها، معظم الوقت عند امها، غير وشي تعود امها بعيده عليها، تقول خليني نفوت 8 سيدي 10 ايام عند عزوزتي، هيا باش ما نقعدوش وحدنا زي هكاك. حتى كي تروحي دار عزوزتك معناها ما تطوليش القعده،
وما تتدخليش فيهم. كان لقيتي مثلا خدمه عاونيهم بحاجه اللي تقدري عليها، مش كمان تروحي وانتي تحرصي هما قاعدين وانتي تخدمي. نو، انا ما ننصحكش انك تروحي تخدمي من الصباح لليل. اخذ مساحه في دار امك، حتى في دار امك اخذ الحاجه اللي تقدري عليها واللي تحباها. الحرفان الزايده ذاك بطلي. تعالي نعرف كل شيء ونحب نخدم كل شيء. كان لقيتي خدمه مثلا هما خايضين في الدار اللي مدايرين مثلا نتواياج كبير، نوضي عاوني مهما كان. مش تقعدي قاعده مربعه رجليك، لازم على الاقل الواحد عنده ضمير ينوض يعاون حاجات في حاجات خفيفه. كان لقيتي مثلا حاله نظيفه، اقعدي مريحه في الصاله وما تبقيش تدوري في الدار بلا سبه هكاك. مثلا اذا كنتي عروسه جديده، خاصه اذا كنت عروسه جديده، احكمي اقعدي في الصاله ولا في البيت تاع القعده. اما باش تروحي للبيت تاع النعاس تاع البنات ولا بيت عزوزك، هذاك البيوت خط احمر ما دوريش بيه اصلا. عندك الصاله والبيت الكوزينه الدوش والبيت الراحه، هذا ما نروحي ليه نورمال. اما البيوت الزايدين هذيك ما عندك ما دخلك فيه، ما عندك حتى سبب باش تدخلي فيها اصلا. قلت لك عاوني بالحاجه اللي تقدري عليها، ما تتدخليش في المشاكل تاعهم، ما تمدش راياتك اصلا فيهم هما، لانك انت مهما واش درتي معاهم راح تبقي ديما راكي ضيفه وبرانيه، وعمرهم رايحين يستعرفوا بيك. حتى اذا كان مثلا يعاملوا فيك معامله ملاحه، رايحين ديما يداروا عليك حاجات، ما يحبوش انك ديري بعض الحاجات تصرفات هكا، ديما يشوفوك بلي راك ديري فيها بنيه مش ملاحه، يعني راح نحطوك ديما راكي براني. بعد كنا كملنا الزيارات العطلة الصيفية لأهل الزوج ولا أهلك أنت، نجو توا للزيارات العادية. لا فامي تاعك مثلا حابة تروحي دار عمك ولا تروحي دار خوالك، الزيارات العادية تاع كل يوم هكا. سواء أنت كنتي رايحة ولا جاية، لازم تكوني عبالك باللي راكي رايحة لازم تكوني عبالك باللي الناس جايين وأنتي تعلمي الناس راكي رايحة لدارهم. ما يجيش أنتي تطبطبي على الناس ويحلوا عليك يلقوك قدامهم. هذه أكثر حاجة نكرهها في الدنيا. نعود قاعدة مربعة رجلي، يطبطب الباب يروح نحل نلقاها فلانة جاية. ما تلقى حتى تصرف تقدر ديري. معناها انت قبل ما تروحي لدار الناس ولا انتم اذا كنتوا راكم رايحين دار الناس لازم تستأذنوا. تقدري تدخلي دار الناس حتى تستأذني منهم. لعل الناس هذيك راهي في صالحك انت اكثر ما في صالحي انا. في صالحك انت. هيا فرضا انت تعبتي مشيتي في الطريق هذيك الكل في السخانه ولا في البرد، ورحتي تي ما لقيتيش لما مالين الدار مثلا، وش ديري؟ ترجعي على جرتك، وانت ما عندكش مثلا حق ترونسبور باش ترجعي في اللحظه الفلانيه، في اللحظه بعدها هذيك. معناها تقولي للناس راكي جايه باش هذيك الناس كان عندهم خرجه يبطلوها، كانوا مش مخرجين الى مده مثلا ينظفوا حاجات كاش ما كان حاجه ما يحبوهاش تبان للناس الكل يغطوها. مثلا لازم تقابلي الناس بقاش مريقل، ريحتك ملاحه، شعرك ممشوط. انا واحده من الناس كي نسمع بلي ناس جايين لازمني نريقل روحي، نلبس قندوره مريقله. نجبد شعري، مكان نجبد شعري بستشوار، ندير العماش مثلا حاجه خفيفه. نديرو نضوي وجوهنا مثلا، ما نديروش مكياج كومبلي، يعني نضوي الحالة. ما نبقاوش راح نقابلوا الناس براحتنا ولا قندوره مش نظيفه وشعورنا مشعشطه في حالة هكاك، راح تبيني للناس بلي راكي مش مقيمتهم مش فرحانه بيهم. بس كان ناس ياسر تدخل بارك تقول لك يا اخي هي راح العرس حتى تبقى تزين في روحها، مش راح العرس. بس هذه تعتبر من كنت تحبي تكوني مثلا فام دو كلاس، لازم قبل ما تحل الباب لازم يقابلوك بالحاجه نظيفه، الحاجه الملاحه، مش بريحه العرق والقندوره مقطعه وحالاتهم حاله. وعلاش لازم مثلا نقولوا للناس جايين باش هما كاش ما يحبوش مثلا يضيفوك هكاكا يحطوا لك قهوه حفيانه. لازم مثلا كاش ما يشرو قاطو مثلا يخدموا قاطو في الدار، حاجه خفيفه باش يستقبلوك بها. هذا من باب كرم الضيافه. كيفاش تحبي تكرمي ضيفك وانت ما عبالكش بيه راه جاي؟ عبالك تقعدي ما عبالكش بيه راه جاي وتخلطوا. يجوز ليك انك تحطي قهوه حفيانه ولا حتى ما تحطيش القهوه، لانه انت مثلا يمكن نهار هذاك ما عندكش القهوه، فرغت لك غير نهار هذاك وما عندكش شكون يشري ليك. قال والله جيتوني على غفله وما زلت نقضيت وشو ما عندش القهوه. يقعدوا سنة باش المره الجايه يتعلموا ما عادوش يديروه، يجوا هكاك بلا ما يقول. وهكاك ما نقدروش نديروها نحن تاع ما نطيبوش القهوه، نشوفوا اي تصرف نروحوا نطلبوا قهوه من عند الجيران وخلاص. بس باش يقعدوا ضيافنا بلا قهوه ما كانش منها. يمكن صح ما طيبش لي حاجه حلوه بس القهوه لازم توجد. معناها من باب كرم الضيافه لازم تكوني على بالك راكي راهم جايينك الناس باش تقدر تكرميهم، طيبي قاطو، ديروا حاجه خفيفه مش محتم حاجات كبيره. ديري بسكوته مثلا، ديري كروك، راكي عبالك بيهم جايين. اما اذا كان قالوا لك راهم جايين صباح بركي قالوا لك ما تقدرش تطيبي ولا اي لقطه، اشري قاطو خفيف من برا. عبالك لازم تكوني عبالك باللي الناس جايين حتى لو قبل ساعه. مهم انتي ما تحليش الباب وتلقي ناس على غفله راهم جايين. النهار هذاك ما تصيبي واش ديري؟ تقفلي دارك خاصه مثلا اذا كان عندك ولادك صغار، راح تلقي الصاله هذيك ديما معمره بالالعاب، ديما مخلطه، وديما مثلا شعرك مشعشط، وهما الناس ما يقولوش مثلا
مسكينة أي من الصباح تخدم وولادها عاودوا خمجوا لها الدنيا، ما يقولوهاش الهضرة هذه. رايحين نقولوا طول راهي دارها مش نظيفة وفنيانة ما تعرفش دير حتى شيء، أو يعني ما يرحموش المجتمع تاعنا توا راه ما يرحمش. معناها انتيا ديري حساباتك، نحنا ما نقدروش نبخسوا الناس ونقولوا لهم علاش جيتوا بلا ما تقولوا لنا، وكون قلتوا لنا خير كذا وكذا، رايحين يفهموك طول بالغلط، يولي المرة الجاية ما عادوش يجوك بالكل. معناها انت اذا كان جاك واحد بلا ما يقولك، احكمي الغيظ في قلبك وخلاص، وحاولي ديما تبتسمي في وجهه، سواء كنت قلقانه لاباس عليك فرحانه بيهم ولا مش فرحانه. الابتسامه هذيك لازم تكون ديما على وجهك، لازم تتعلمي تكوني بشوشه قدام الناس. هما صافي الناس هذه اللي جاياتك، مش مع بالهم بك راكي قلقانه ومريضه وعندك مشاكل مع الزوج ولا ما اي مشاكل واحده اخرى، يعني ما تحمليهمش انت المسؤوليه تاع المشاكل اللي راك تمري بها. على بالك ساعات يقول لك الضيف هو البركه. هو كي يجيك الضيف تعودي مثلا متعاركه مع خواتاتك، هو يروح الضيف وتترجع المياه لمجاريها، لانه ساعات تعودي متعاركه مع خواتاتك وهما ما عبالهمش، تولوا تلقائيا رايحين تحلقوا مع بعضاكم مع الضيافه، ما تحبوش تبينوا ليهم راكم متعاركين، تولوا تحلقوا مع بعضاكم طول ما تحب هكا، خاطر كل ما تحلقوش مع بعضاكم رايحين تبانوا راكم متعاركين وانتم مش حابين تبينوا وش هي المشاكل اللي بيناتكم، تولي تلقائيا ترجع العلاقه بيناتكم نورمال خلاص. لان نقول لك الضيف فيه البركه، مثلا يقول لك الضيف فيه البركه من ناحيه انه تعودي ما عندكش نهارين هذيك تصوار باش طيبي ليهم وكل شيء، نهار هذيك تخلقي اي لقطه شفتي فيها في رمضان تعودي تقولي ما عنديش باش نشري وما عنديش الماكله كل شيء. رمضان يجيب البركه تاعو لانه ضيف عزيز، تلقيتي نهار هذاك يفرجها ربي من حيث لا تعلمي. معناها انت كي يجيك ضيف ما تقلقش بيه اصلا، قولي الحمد لله ربي هاو جاني في ظروف هكا شويه لاباس، حتى شيء نتصرف معاه ساعتين من الزمان وتو يتم، ترجع بعد مشاكل تاعك تتحل عادي جدا. ولازم كي يجيك ضيف مثلا انتم كما قلت لك المره اللي فاتت لازم تستقبلوهم كلهم مع بعضاكم، وتستقبلوهم انتم طول بالابتسامه والضحك وهاك التفرفيش هذاك تاع العلاقات بيناتكم تكون ملاحه. مش كتير اختك الكبيره ولا اختك الوسطانيه دخلوا يسلموا عليها قابلوهم صاير في الباب، ومازال خواتاتك الاخرين ما راحوش راحوا لهم بعد خلاص، لا لازم كل تقابلوهم كلها مره واحده، مش هكا تبيني ليهم بلي راكي فرحانه بيهم وراكي مقيمتهم وراهم عندهم مكانه ملاحه في قلوبكم. لأنه هذاك نشوفها قلة أدب بتاع إنه ما تستقبليش ضيافك طول مع المرة الأولى. إذا هنا كملت شوية الموضوع تاعي، جبت هنا حميت الأحذية بعد كان شاحت رتبت فيها الأحذية هذه كل، حبيت نوري لكم الكلاكات هذه اللي شريتها مروة، كاينة ناس تحب الحوايج الكبيرة زهكا، أنا دخلتها تقول عليها بحر كي دخلت رجلي صغيرة خلاص عليها، ما نحبش نلبسك الكلاكيت يعودوا كبار ولا اللي زاد داس هذيك الكبار ياسر. المهم قلت لك لازم نتعلموا نحن آداب الزيارات، راكي حابة تروحي تبحري ما تقعديش شهر مثلا عندك الناس يراح عليهم، حاولي على قد ما تقدري تجملي باش تكري دار مثلا، ولا مثلا حابة تروحي دار الناس باش تبحري ولا تقعدي فترة طويلة، لازم تهزي معاك القضية نتاعك مثلا مصروف ولادك مصروف الألعاب تاعهم، ما تبقيش معاملة نتاع على ماماك وباباك ولا خيوتك يصرفوا عليهم يجيبوا لهم الحلوى ويروحوا يلعبون في الماناج ولا حاجة. حاولي على قد ما تقدري تجيبي معاك المصروف تاع ولادك. القضيان تدخلي ديما معاك في ايديك حاجه، تدخليش دار الناس وايدك فارغه، مثلا جيبي معاك فاكهه، جيبي معاك ديسير اي لقطه كان ان شاء الله حتى تقعدي مخدومه في الدار بسكوته اي لقطه، مش هكا تكون العلاقات مليحه ديما مع بعضاكم فقط، وربي يبقي عليكم السر ان شاء الله، وغير تدوم العلاقات بيناتنا فقط وما لان صله الرحم تكاد تكون منعدمه. هكا كملت الموضوع نتاعي، ان شاء الله يا رب يكون عجبكم هذه الروتوجات الاخيره اللي درتها. كملوا مع بعضنا البنات الروتين تاع النهار اللي قبله، كي خصمنا تسعة وعاشوراء، تسعة كما شفتوني المرة اللي فاتت طيبت رولي تاع الدجاج، اليوم ما حبيناش نطيبوا حتى شيء، كما تعرفوا الثلاجة ما كانتش هنا اليوم هذاك، آية قالت أمي ما تحبش تبقى الماكلة ياسر في الفريجو، مزيان عندنا الفريجو نهار هذاك كاش ما كان حاجة تحب تبات نحطوها نحنا في الفريجو، ولات قالت أمي كنا نطيبوا الماكلة وبعدك ما نلقوا وين نخباها، خلينا نديروها الحاجات خفيفة زي هكا وصاير. قليت شوي بطاطا شوي جريبات، وعندي الرودي تاع البارح هذاك عاود سخنته، يعني ماكلات تعود عندك حاجات وتعاودي تروحي تطيبي، حتى اذا كان مثلا عندي ثلاجه وعندي في ثلاجه معمره بالحاجات ما نطيبش، عندي حاجه بايته مازالت نظيفه مازالت تتكل نروح نعاود نسخنها، وقتاش ما تاكليش مثلا حاجه بايته، اذا كان عندك مشاكل في القولون تاعك، عندك الحرقه تاع المعده، ما تحبيش تاكلي الحاجه البايته باش ما تزيدش تاثر فيك. اما اذا كانت هي صحتك لاباس عليها وما عندكش مشاكل باش تقولي ما ناكلش الماكله البايته تزيد تحمض ياسر، هذا كل يسموه تكبر على النعمه.
كان ناس ياسر مشتاقتها النعمة هذيك. لهنا أمي كانت جابلها هذه الجروات، كانت راح تقلاها هكاكا وحدها وناكلوها. قلت لها أنا راني ما نحبش الجروات تكون هكاكا وحدها، لازمني نديرها شكشوكة. هيا سيدي جتني فكرة، قلت خليني نديرها زي هكا، ندير معاها شوية طماطم وشوية توابل، ومع الآخر ندير معاها 2 عظمات، لأنه عادة الجروات راهي ماصة شوية تاكلها وحدها ما عندها حتى معنى. كي دخلت على هكا زي هكا بالطماطم جت بنينة على الآخر. بعد تقلي الطماط الجروات روحي فرغي الزيت هذاك وكملي بالطريقة اللي راكي تشوفي فيها تو. لهنا درت بهارات، ملح، فلفل أسود، درت بابريكا حارة باش تجيني حارة شوية، ودرت شوية ثوم. ما درتش بالكروي، عادة دابا الكروي نديرو غير في البرم، أما الشكشوكة ولا الطواجين ما نديرش ياسر. هذاك الرولي تاع الدجاج كنت جبته بالفريغو، جبته من الفريغو، عاودت حطيته يسخن شوية، درت شوية معدنوس لهنا. المهم ربي يتقبل علينا ان شاء الله الصيام تاعنا، والصيام تاعنا هذا رانا درناه لربي، وما يهمش الحاجات اللي طيبناها، المهم الواحد يحصل صيامه ويحصل الاجر نتاعو. نهار هذاك كانت النوم تصب، دارت رايها لا يمت النوم، الحمد لله يا ربي، رحمة ربي كبيرة، الواحد يشكي من السخانة وهي راهي تصب النوم. المهم البطاطا كنت قليتها على مرتين. شوفوا اذا كان عندك الوقت وفارغه شغل اقلاها على مرتين، القلة الاولى نقلاها شغل نقصة يد باش تجيك مقرمشة ومش معجنة، نقلاها المرة الاولى نقصة يد، ونقعد فترة تقريبا نص ساعة ولا ساعة نخليها حتى تبرد مليح وتشيح من هذاك الزيت، ونعاود نقلاها مرة ثانية. والبطاطا باش ما تجيكش مزيتة لازم تحطها في زيت ياسر وزيت سخون ياسر ياسر، لأنك تحطها في زيت بارد البطاطا راح تطول باش تطبليك، تولي تحطها هي والبطاطا تبقى تستنى في الزيت هذاك باش يسخن، هيطيب في هذاك الزيت البارد، وتعاود كي الزيت هذاك يعاود يسخن تعاود هاي قاعدة فيه، تولي هي تجيك مزيتة البطاطا تاعك وتجيك معجنة. معناها لازم تحطي البطاطا تاعك في زيت يغلي، في زيت يغلي باش هي ثمثمة تبدا تطيب، كي تطيب ثمثمة ما تجيك معجنة ويلي، بالعكس تجيك مقرمشة تهبل. كما شفتوا ثم راني درت 2 عظمات، فقستهم فقط وعاودت حليتهم هكاك، ما حبيتش ندخلهم ياسر ياسر في الجريبات. كنت درت السلطة وحطيت هذيك الشكشوكة تاع الجريبات في المقلة، ما حبيتش نحطها في الصحن باش ما تبردش. وهذاك لاصوص تاع الرولي راني زدت درتو زي هكا، والرولي هذاك نسيبة تاكل فيه وتعاود قالت لي باش درتي فيها الصرصورة، عجبها على الاخر. وكانت امي طيبة كسرة مطلوعة، وراني نسيتها البنات ما درتش لكم ديديكاس، المرة الجاية ان شاء الله راني ندير لكم اكبر ديديكاس فيك يا دنيا. سامحوا لي فقط البنات اذا كان ما ذكرتش اسماءكم، راني ساعات ننسى الاسماء تاعكم ولا ننسى اصلا باش نهدر، نبقى متولهة مع الموضوع تاعي ومع الروتين شغل ننسى. هيا سيدي المرة الجاية نذكركم كلياتكم ونشكركم واحد الشكر به ياسر ياسر، ونقول لكم علاش راني نشكر فيكم ونحبكم ونموت عليكم. شوفوا البنات راني ما طيبت حتى شيء، بس الطابلة بقمقمة، طابلة نظيفة لاباس عليها. وكنا ثاني كملنا بالحلة تاع امس، يعني فطور تاع اليوم يعني ما كان حتى حاجة جديدة غير الشكشوكة وبطاطا. ما حبيناش نبقى نخمم ونحنا صايمين، الواحد تعبان على روحه يبقى يخمم هاي واش راح ندير واش راح ناكلو، وهي الماكلة راهي موجودة غير وش الواحد يحب يطير برك. المهم هذه الشكشوكة اللي درتها البنات بنينة على الاخر، توا راه وقت تجربات، وقت الاكلات الصيفية اللي ما تديش الجهد وما تدخلنيش ياسر في الكوزين، عندك قاعد تجربات ولادك ما ياكلوهاش ديريها لهم بالطريقة هذه طبيعي تعجبهم على الاخر. وكان حبيتي مثلا تخلطها هذيك العظام مع الجريبات تجي مليحة ثاني. توا نقول لكم البنات مع السلامة، وإن شاء الله يا ربي نتلاقوا في فيديو جديد.